امتى نعمل تقويم؟ في حاجات ظاهرة جدا لازم ناخد بالنا منها، نجري على الدكتور نعمل التقويم بتاعنا. لو عندنا اوبن بايت، يعني ايه اوبن بايت؟ يعني اسناننا اللي قدام مش طابقة على بعضها، وده على فكرة بيسببه التنفس من الفم من الصغر، عشان كده لازم نراقب موضوع التنفس من الفم من الأطفال وهي صغيرة. وبرضو علاج الاوبن بايت في الصغر اسهل قوي من لما بنكبر شوية، لأن الاوبن بايت خلي الطفل أو الشخص مش عارف يقطم الساندويتش، مش عارف يقطم من قدام، القطم بيكون من على الجنب. الحاجة التانية لو في تزاحم شديد في الأسنان، التزاحم ده بيسبب تراكم الأكل بين الأسنان غصب عن الشخص، بيسبب تسوس، بيسبب تراكم جير بكميات كبيرة. فالتزاحم ده أما بيتوضب وما السنان بتترتب كويس في الفك بيكون الشكل لطيف وبيكون الفانكشن أحسن. طيب الحاجة التانية البروز اللي بيسموه الناس في العادي الضب. البروز دوت بيسبب تروما، يعني الشخص يجي يقول أنا على طول الناب ده بيعور شفتي، الطفل ده كل شوية كل ما يجري مع أصحابه يتخبط في أسنانه. البروز الزايد شوية بيسبب مشاكل، فبيتصلح بالتقويم. طب في أسباب تانية؟ في أسباب تانية بقى نفسية. افرض أسنان سبيس عن بعضها مش مسببة أي مشاكل لا في تسوس ولا في أي حاجة، طيب بنصلحها ليه؟ علشان نفسيا أكون أنا more confident، أو عندي ثقة، أو عندي مبسوط بشكل ابتسامتي، مبسوط بشكل أسناني، وده عامل مهم جدا على فكرة. برضو من ضمن الحاجات لما يكون في مشاكل مفصل بتاع الفك نتيجة عضة غلط، فنجري على دكتور التقويم لمصلحتنا ولمصلحة أولادنا، نستكشف، نسأل ونطمن، لو محتاجين نبتدي the sooner the better.